من هو الإنسان؟ هناك عدة نظريات تحاول أن تعرف من هو الإنسان، وتحاول أن تعطي إجابات عن من أين أتى الإنسان وما هو مستقبله. الكتاب المقدس يقول أن الإنسان خلق على صورة الله. نعم، الكثير يقولون أن هذا مجرد معتقد ونحن لا نؤمن بهذا، ثم يؤمنون بنظرية النشوء والارتقاء التي تتحدث عن الإنسان الذي انحدر من سلالة القرود. لكن هل من شخص رأى بأعينه ذلك؟ لقد استبدل الإنسان الله بالقرد أو الخالق بخالقته. قبول هذه النظرية تحتاج إيمان أكثر من قبول حقيقة أن الله هو الخالق. الكتاب المقدس يروي لنا كيف خلق الله الإنسان. في سفر التكوين الإصحاح 2 الآية 7 تقول: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. نرى في هذه الآية أن الإنسان خلق بقدرة الله وعلى حسب مشيئته. تميز الإنسان عن باقي المخلوقات لأن الله نفخ فيه من نسمته. فالإنسان يحيا بالله كما قال الكتاب: الذي به نحيا ونتحرك ونوجد. لهذا نرى في الكتاب المقدس أن الانفصال عن الله يؤدي بالإنسان إلى الموت، لأن الإنسان لا حياة له من غير الله. كما نرى أيضا في آية التكوين أن الإنسان ليس له روح بل صار روحا. ونعلم أن في الفكر العبري لا توجد فكرة الازدواجية لدى الإنسان، أي أن الإنسان هو مركب من الروح والجسد. لا وجود لهذه العقيدة في الكتاب المقدس. عندما يتكلم الكتاب المقدس عن الروح فإنه يقصد الإنسان بأكمله، أي بمشاعره وعقله. إن الله لم يكتفي فقط بخلق الإنسان بل فداه عندما سقط في الخطية. كل الديانات تعلم أن الإنسان ينال الخلاص بأعماله، لكن الكتاب المقدس يعلم عكس ذلك، لأن الإنسان عزيز وثمين لدى الله قرر أن يفديه بنفسه. لقد خطط الله ونفذ خطة الخلاص، وهذا دليل قاطع عن محبة لا يعبر عنها ولا تقدر بأي ثمن. عندما تقابل المحبة الإلهية على الصليب ستعرف أن وجودك في هذا العالم ليس بالصدفة، لكن الرب سطر خطة رائعة لي ولك ولك كي تصير حياتنا لها معنى ومقصد وهدف.